المشاهدون الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وأقدم لحضراتكم نشرة أخبار المساء وأستهلها بالعناوين. وزارة الصحة تعلن شفاء حالة واحدة من المصابين بكورونا. دعوة لحماية الأشجار من الاقتلاع في أغردات. التبرع الطوعي بالدم. طهران تعترف بأنها قصفت بالخطأ سفينة إيرانية. إيران تعرب عن استعدادها لتبادل السجناء مع واشنطن. وارتفاع قياسي في الإصابات بكورونا في روسيا. السلام عليكم ورحمة الله. أعلنت وزارة الصحة شفاء حالة واحدة من المصابين بفيروس كورونا الذين كانوا يتلقون العلاج في المستشفى، وذلك بعد إجراء التحاليل الطبية اللازمة عليهم في المختبر الوطني المركزي، وقد أرسل إلى منزله اليوم 11 من مايو. وكانت 37 حالة إصابة قد تم شفاؤها سابقا، ليصل إجمالي شفاء مرضى فيروس كورونا إلى 38 حالة شفاء من مجمل 39 إصابة بفيروس كورونا في البلاد. وكانت نسبة الإصابة بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن 39 حالة إصابة مؤكدة. وكما أوضح خلال الأسبوع الماضي، فإن النتائج الشفوية الإيجابية التي تحققت حتى الآن خير دليل على التعليمات الحكومية الصحية الصادرة للوقاية من الأمراض والأوبئة الفتاكة. ومع ذلك لا يجب الاستكانة بهذه النتائج المحققة، باعتبار أن الخطر لا زال قائما. وقد جرت التجهيزات اللازمة للتعرف جيدا على انتشار فيروس كورونا في البلاد عامة، والقيام بالتقييم الدقيق والوافي والبدء في العمل فيها. لذا على جميع المواطنين تنفيذ التعليمات الحكومية الصادرة لمكافحة وباء فيروس كورونا باهتمام وجدية كبيرين، والتقيد بها حتى انتهاء هذه المهمة. وزارة الصحة 11 من مايو 2020. دعما للجهود الحكومية والشعبية الحثيثة الجارية للتصدي لوباء كورونا وتداعياته، يواصل المواطنون في الداخل والمهجر مساهماتهم المالية والعينية وترك إيجارات البيوت. تفاصيل أوسع في سياق التقرير التالي بصوت الزميل محمود عبد الله أبو كفاح. المقيمون في الدول الاسكندنافية تبرعاتهم للتصدي لفيروس كورونا، وإضافة لتبرعهم السابق الذي بلغ أكثر من 6 مليون كورونر، أضافوا إليه أكثر من 300 ألف كورونر الأسبوع الماضي. فقد قدم تنظيم شباب الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في السويد 65 ألف كورونر، وأعضاء الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في يون شو بينغ 15 ألف، والجالية الإريترية في أوروبورو 25 ألف، وأمهات كنيسة مولو وينجيل ستوكهولم 12 ألف، والجالية الإريترية في هارنو ساند 11 ألف، والجالية الإريترية في مدينة بوروس 10 آلاف، والجالية الإريترية في مدينة موتالا 14,600 كرونر، وجمعية سنيت رقم 1 سوند بي بيري 10 آلاف، والجالية وجمعية 20 من يونيو بمدينة يونشو بينغ 8,430، والجالية في لوليو 2000، ومؤسسة أوبوري للنظافة ورعاية المسنين 12,000، وجمعية الأخوة الإريتريين في جنوب ستوكهولم 10 آلاف، ومجموعة يوتو بيري ضد فيروس كورونا 15,000، والجالية في يارفيلا أوبلاندس برو 20,000، والجالية في أونيبي 5,000، واللجنة الوطنية في الدنمارك 10,000 كرونر. وقدم 65 طفل وشاب من مدينة باروما النرويجية 22,500 كرونر. وتبرع الإريتريون في إيطاليا ب70 ألف يورو، ليضاف لتبرعهم السابق بمبلغ 265 ألف يورو. بينما قرر السيد جيتو أم يوهنس المقيم في ميلانو الإيطالية إقامة مستأجري منزله الكائن في حي عداقة بمصوع مجانا حتى نهاية شهر سبتمبر. وتبرعت الجالية الإريترية في الكويت وأعضاء السفارة في الكويت ب1462 دينار، والإريتريون في جيبوتي ب100,000 فرنك. وسمح السيد ريد إيار آيا المقيم في الرياض بالسعودية إقامة مستأجري منزله مجانا في ججرة نيشتي بأسمرة ل4 أشهر. يقوم المواطنون في الداخل والمهجر بمساهمات مالية وعينية وإلغاء إيجارات البيوت لمساعدة المتضررين من التعليمات الصادرة للحد والوقاية من جائحة كورونا الذي أصاب الملايين من الأشخاص وحصد الأرواح. والمزيد من التفاصيل نتابع التقرير التالي والزميل محمد نور يحيى.
لا تزال المساعدات التي يقدمها السكان في مديريات جرجرات وقال نفحي وسرجقة وميتمناي وسنبل وبراديزو وأربعة أسمرة للمحتاجين مستمرة بطرق منظمة. وبموجب ذلك ساهمت جمعية الجين التعاونية في إدارة جرجرات ب20,000 نقفة، ومواطن تحفظ عن ذكر اسمه ب10,000 نقفة، وصاحب حانة رويال 5 كنتال من السكر وكرتونة من الصابون، حيث وزع على المحتاجين. وألغى 4 من المؤجرين إيجار 17 أسرة من شهر إلى 3 أشهر. كما ساهمت جالية معسكر دندن في إدارة ترافولو والمتاجر ب42,000 نقفة، ووزعت ل42 من الأسر المحتاجة. كما ساهم سكان منطقة مرحانو وأصحاب الدكاكين في سلادارو بمديرية قال نفحي ب5 كنتال من الذرة ومعقمات بقيمة 13,000 نقفة و25,000 نقفة نقدا، إضافة إلى 47,000 نقفة من مساهمة سكان الدقي ووزع على المحتاجين. وألغى 5 من المؤجرين إيجارات ل23 مستأجرا من شهر إلى شهرين. كما يقوم صاحب فرن في منطقة بلزة بمديرية سرجقة بتوزيع الخبز ل23 أسرة محتاجة حسب أفراد عائلتها مجانا. كما ساهم سكان منطقة صحفلام ب5,000 نقفة وشابان ب3,000 نقفة. كما ألغت أسرة المتوفي الأستاذ ستيفانوس سلمون المقيمة في المهجر والسيد إدريس سعيد والسيد ياسين سعيد إيجارات 10 منازل في شمال نقوس العلاي و8 في مبادره ل19 مستأجرا من شهرين إلى 7 أشهر. وتم توزيع المعكرونة ومواد نظافة عامة ساهم بها مواطن يقيم في إدارة مايتمناي للمحتاجين. وألغى كل من السيد هبتو قبوزاي وسلمون والداي وتسفاي قبرهويت ومواطنة واحدة بالإدارة لإيجارات 15 من المستأجرين من شهرين إلى 3 أشهر. ومن جهة ثانية ألغت 4 مهاجرات بينهن السيدة الماز يماني والسيدة أوطاش كفلوم والسيدة يفتر الله دباس مقيمات في المهجر بإيجار ل11 من مستأجري منازلهن في سنبل من شهر إلى شهرين. وألغت السيدة عقبة تسفى مريم مقيمة بالمهجر ومواطنة تحفظت عن ذكر اسمها مقيمة في إيطاليا بإيجار ل4 مستأجرين لمدة شهرين. كما ألغى 6 مؤجرين بينهم السيد زكرياس ولدو وبيطرس أبرهة وتسفى قابر تولدي والسيدة فيتين ولدي سلاسي وأسمر بين ل18 مستأجرا في إدارة براديزو من شهر وحتى زوال جائحة كورونا من البلاد. كما ألغى 17 مؤجرا إيجارات شهر إلى 3 أشهر ل88 مستأجرا في إدارة 4 أسمرة. يقوم المعلمون والشباب والطلاب بإسهامات مقدرة لتوعية المجتمع وتنفيذ التعليمات الصادرة لمكافحة وباء كورونا. أوضح المشاركون في هذا العمل الطوعي أنهم بدأوا النشاط التوعوي بشأن وباء فيروس كورونا، ويعملون حاليا للحفاظ على إجراءات التباعد الاجتماعي في الضواحي والمناطق، وخاصة أماكن الكثافة البشرية من دكاكين حدري وتوزيع الغاز وأسواق الخضر والفاكهة. وأوضح مسؤول متابعة إدارات الضواحي في مديرية كرن الأستاذ تسفاز قعتيل إن المعلمين والشباب الطوعيين يسهمون بدور كبير في تخفيف ضغوط العمل في الضواحي وتوعية السكان. دعت سلطة الغابات والحياة البرية لتعزيز أنشطة حماية الأشجار من الاقتلاع في مديرية أغردات، وخاصة الأشجار التي تواجه الانقراض. وأوضح مسؤول سلطة الغابات والحياة البرية في المديرية السيد برهي عبدوم وجود أشجار مستوطنة بينها الدوم، ويتم اقتلاعها بوتيرة متصاعدة للتنمية الزراعية واستخدامات المنازل والوقود، مشيرا إلى أن شجرة الدوم تواجه المخاطر لعدم غرس بديل للمقتلع منها. وقال إن شجرة الدوم عرضة للاقتلاع لفوائد ساقها وفروعها وثمارها للاستخدامات المنزلية، كما تعوق أشجار المسكيت أو تمر موسى نمو أشجار الدوم الجديدة، مما يتوجب منح اهتمام كبير لهذا الوضع. تبرعت جمعية حكام كرة القدم في الإقليم الأوسط طواعية بالدم اليوم 11 من مايو لتنمية محتوى بنك الدم. وأوضح أعضاء الجمعية لوكالة الأنباء الإريترية أن الخطوة جاءت للحيلولة دون انعدام الدم في البنك نتيجة التزام الناس لبيوتهم جراء جائحة كورونا. ودعوا كافة قطاعات المجتمع لاتخاذ مثل هذه المبادرة لتنمية محتوى بنك الدم دون المساس بتوجيهات التباعد الاجتماعي. نتوقف سادتي مع فاصل قصير ومن ثم نعود لمواصلة الأخبار.
ضرب صاروخ عن طريق الخطأ سفينة حربية إيرانية خلال تدريبات بحرية، ما أسفر عن مقتل 19 بحارا وفق ما أفادت وسائل الإعلام الرسمية والجيش، في وقت يخيم التوتر بين الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة على مياه الخليج. ووقع الحادث الذي تعرضت له سفينة كناركا قرب بندر جاسك قبالة سواحل إيران الجنوبية بحسب ما ذكر التلفزيون الرسمي على موقعه الإلكتروني. وأفادت القناة أن السفينة أصيبت بعدما قامت بنقل هدف للتدريب إلى مكانه المحدد دون أن تترك مسافة كافية بينها وبين الهدف. بدورها أعلنت القوات المسلحة في بيان مقتل 19 من أفراد الطاقم وإصابة 15 بجروح. نقلت وكالة إسنا للأنباء عن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي قوله إن طهران عبرت عن الاستعداد لتبادل جميع السجناء مع الولايات المتحدة من دون شروط مسبقة، وهي تنتظر ردا من واشنطن. وكانت الجمهورية الإسلامية أفرجت في ديسمبر عن الأكاديمي الأمريكي شيو وانغ مقابل الإفراج عن العالم مسعود سليماني، وقالت إنها منفتحة على المزيد من عمليات تبادل السجناء. وتعتقل إيران المواطنين الأمريكيين سياماكا نمازي المدان بتهم من بينها التجسس، ووالده باقر، والخبير في مجال البيئة مراد طهبز. وبحسب وزارة الخارجية الأمريكية أفرجت طهران مؤقتا عن عنصر البحرية الأمريكية مايكل وايت في 19 من مارس. شهدت روسيا اليوم الاثنين ارتفاعا قياسيا في عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا، سجلت 11656 حالة خلال 24 ساعة الماضية في ظاهرة عزتها السلطات إلى برنامج فحص مكثف. وسجل مركز إدارة أزمة فيروس كورونا في البلاد 94 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس في البلاد إلى 2009 أشخاص. وأظهرت بيانات رسمية أن العدد الإجمالي للوفيات المسجلة في موسكو ارتفع بشدة في إبريل مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، وكان أعلى بكثير أيضا من العدد الذي أكدت السلطات رسميا أنه ناجم عن فيروس كورونا المستجد. ويزيد هذا من احتمال أن يكون الإحصاء الرسمي لوفيات مرض كوفيد-19 التنفسي الذي يسببه فيروس كورونا يقلل بشدة من حجم انتشار الفيروس في العاصمة الروسية. وتجاوزت حالات الإصابة بالفيروس في روسيا تلك المسجلة في فرنسا وألمانيا هذا الأسبوع، لتحتل بذلك المرتبة الخامسة على مستوى العالم. انفجرت 4 ألغام مزروعة على جوانب الطريق بشكل متعاقب في حي يقع في شمال العاصمة الأفغانية كابول، ما أسفر عن إصابة 4 مدنيين بينهم طفل بجروح وفق ما أعلنت الشرطة. وقال المتحدث باسم شرطة كابول فردوس فرامرز إن فريقا مختصا بإزالة الألغام توجه إلى موقع الهجمات، ولم يتبنى أي طرف الهجوم حتى الآن. وغالبا ما تنفذ تنظيمات مثل الدولة الإسلامية وطالبان تفجيرات وهجمات صاروخية في البلاد. ومنذ توقيع الاتفاق التاريخي بين واشنطن وحركة طالبان في فبراير، لم تنفذ طالبان أي هجوم كبير في العاصمة، لكن يبدو هجوم الاثنين كأول هجوم منسق منذ أشهر. تأتي هذه التفجيرات فيما تفرض تدابير عزل على العاصمة الأفغانية بهدف الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد. انتهت نشرة أخبار المساء، قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.